النهاردة هنعمل مع بعض أكلة منقذة وسهلة وسريعة في الجو الحر ده، مش هتاخد معانا بالضبط نُص ساعة، وقتِك ضيّق مش عايزة تعملي أكل وعايزة تعملي حاجة سريعة، صينية السجق بالبطاطس دي هتكون منقذة وبسيطة بالنسبة لِك. لايك وشير للفيديو بسرعة قبل ما نبدأ. معانا ربع كيلو من السجق متقطّع، عليه 2 بطاطس متقطّعة مكعبات، بصلاية كبيرة، وهنحط عليها فلفل ألوان زيادة قيمة غذائية، وممكن طبعًا نحط فلفل أخضر لو مش عندنا فلفل ألوان. التوابل بتاعتنا بابريكا مدخنة، توابل بطاطس، توم بودرة، ملح وفلفل أسود ورشة من الزعتر، ومعانا كوباية من الزبادي، وهنضيف عليها نُص كوباية من المَيّة، ومش هنضيف أي دهون لإن السجق بتاعنا هينزّل الدهون اللي فيه. تمام. هنخلط بقى المكونات كده كويس مع بعض لحد أمّا التوابل بتاعتنا تدخل كويس كده في البطاطس والسجق، وبعدين هنبتدي نغطّيها يا إما بورقة زبدة وعليها ورقة فويل، أو غطا يدخل الفرن معانا عادي. هتقعد بالضبط نُص ساعة وهتشيليها آخر 5 دقايق تاخد الوش الحلو ده تحت الشواية، هتطلع معاكِ بمنتهى اللذاذة والجمال، وطعمها بجد خطير، هتعجبكم. تاكليها بقى مع عيش، مع حبة رز وشعرية، حاجة كده في السريع وسهلة وبسيطة. ما تنسوش اللايك والشير والمتابعة عشان يوصلكم كل جديد. يالّا سلام.